اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن فيلم جديد نزل قريب اسمه باليرينا، اللي هو جزء من عالم افلام جون ويك. الفيلم ده من بطولة النجمة الجميلة والموهوبة انديانا ارمس، واللي رجعت تاني في دور مختلف ومثير في عالم الاكشن والانتقام. لو انت من عشاق الاكشن السريع والمشاهد اللي بتخليك على اعصابك طول الفيلم، اكيد هتحب الكلام اللي جاي. الفيلم ده جايب دم جديد وعمل دمج غريب بين الرقة بتاعة الباليه والقسوة بتاعة القتال والدمار. وهنبدأ بأول حاجة وهنرجع القصة بتبدأ من الطفولة. بنت صغيرة اسمها ايف بتحب الباليه جدا وبتحلم تبقى راقصة مشهورة، لكن حياتها بتتقلب فجأة بعد حادث مأساوي بيخطف منها عيلتها. بعد الكارثة دي إيف بتلجأ لأكاديمية سرية بتتعلم فيها القتال والقتل بشكل محترف، وهي أكاديمية مش عادية، دي أكاديمية بتجمع بين فن الباليه والقتال. بمجرد ما بتكبر إيف بتبدأ رحلة انتقامية من الناس اللي دمروا حياتها، وده بيخلي الفيلم يمشي في خط أكشن مليان صراعات ومطاردات ومشاهد قتال صعب. الأداء التمثيلي للممثلة أنديانا أرمس في دور إيف جابت شخصية قوية جدا، قدمت مشاعر مختلفة بين الحزن والغضب والرغبة في الانتقام. ما كانش أداء تقيل ولا مبالغ فيه، بالعكس كان سلس وطبيعي وفيه مجهود. كمان وجود كيانو ريفز بدور جون ويك في الفيلم كان إضافة حلوة لعشاق السلسلة، ورجعنا نلمس روح جون ويك اللي كلنا بنحبها. الأكشن والإخراج، الإخراج كان ممتاز، لين واسمن عرف يحافظ على سرعة وتيرة الفيلم وقدم مشاهد أكشن منظمة ومحسوبة. المشاهد القتالية كانت فعلا مشاهد تحبس الأنفاس، سوء ضرب نار أو قتال يدوي. وكمان التنسيق بين المشاهد الباليه والقتال أضاف للمشاهد طابع فني مميز. وبكده يكون خلصنا مراجعة الفيلم، وتعالى نراجع الإيجابيات والسلبيات مع بعض. الإيجابيات: أداء أنديانا أرمس لازم نديه حقه، قدمت شخصية إيف بقوة وثبات ونجحت في تجسيد بين التوازن والرقة والقوة. سوء في مشاهد الباليه أو الأكشن، هي فعلا كانت نجمة الفيلم. تاني حاجة مشاهد الأكشن، لو بتحب الأكشن المتقن ومش مكرر هتلاقيه في الفيلم. مشاهد قتال مصورة بشكل احترافي في خاصة المعارك اليدوية، ومشاهد الضرب النار اللي خلى المشاهد مشوقة ومليانة حركة. الدمج بين الباليه والأكشن دي فكرة جديدة وحلوة جدا. الفيلم مكتفاش بأكشن تقليدي، لكن قدم دمج فني بين حركة الباليه الرشيقة وقسوة القتال، وده خلق أسلوب بصري مميز. الإخراج والتصوير، لين وسمن عمل شغل محترم في الإخراج واهتم بالتفاصيل في مشاهد القتال، وكمان طريقة التصوير والإضاءة زودوا من التوتر والإثارة. التمهيد لعالم جون ويك، وجود كيانو ريفز وارتباط الفيلم بعالم جون ويك إضافة ممتازة لعشاق السلسلة وحافظت على استمرار الاهتمام بالعالم ده. وبكده يكون خلصنا الإيجابيات، وتعالى نخش على السلبيات. أول حاجة القصة متوقعة للأسف. الفيلم فيه جزء كبير منه مقدمش قصة جديدة أو مختلفة. كتير من عناصر القصة كانت كليشيه أو متكررة في أفلام أكشن وانتقام قبل كده. تاني حاجة نقص في العمق الدرامي، رغم وجود صراع داخلي لشخصية إيف، بس الفيلم مدخلش بتفاصيل نفسية أو درامية عميقة، وكان ممكن يستغل الفرصة دي أكتر. بعض المشاهد كانت بطيئة، في مشاهد معينة الإيقاع كان ممكن يكون أسرع، وكان ممكن يخلصوا شوية حاجات عشان يحافظوا على التشويق. قلة تطوير الشخصيات الثانوية، معظم الشخصيات التانية في الفيلم مخدوش وقت كفاية للتطوير، وده خلى تأثيرهم على الأحداث أقل. تكرار بعض مشاهد الأكشن، رغم إن الأكشن كان كويس لكن في بعض اللحظات حسيت إنه بيكرر نفس النوع من القتال بدون تجديد. دي كانت أهم الإيجابيات والسلبيات اللي لاحظتها في فيلم باليرينا 2025. وبكده يكون خلصنا فيديو النهاردة مراجعة فيلم باليرينا، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة. Looks like you already have.